عظيمات مصر. شكرا لسيدات محافظة البحيرة. المسرح يستعد الآن لمناقشة المحور الاقتصادي. شكرا. السادة الحضور، أرجو الالتزام بالمقاعد لبدء فعاليات الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي. أرجو الالتزام بالمقاعد. الحضور الكريم، برجاء الالتزام بالمقاعد لبدء فعاليات الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي. الالتزام بالمقاعد، تفضلوا بالجلوس لو سمحتم. قول رن على ناجي. المحور الاقتصادي هو من المحاور الأساسية بما يشمل من صناعة وزراعة واستثمار والكثير من الأنشطة الهامة، فهو القاطرة التي تحرك كل شيء داخل المجتمع. إن حزب حماة الوطن قد قام بعدة مهام في الفترة الماضية، من نزول للشارع المصري ومعرفة المشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها، فهو يضع الشباب في الاعتبار ويساعدهم في تحقيق طموحاتهم وإيجاد فرص عمل حتى ينتعش الاقتصاد المصري من خلال تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار، ومن خلال أيضا ضبط الأسعار وتشجيع الصناعات الصغيرة وغيرها من الإجراءات. والآن تبدأ الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي، ويدير الحوار دكتور خالد رحومة، أمين أمانة تنمية الموارد ومدرس اقتصاد بكلية التجارة جامعة دمنهور. كما ويشارك أيضا في المناقشة الخاصة بالمحور الاقتصادي معالي اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن. يشارك أيضا المستشار محمد لجرود، أمين عام محافظة كفر الشيخ لحزب حماة الوطن. كما يشارك سيادة النائب محمود أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة التنمية والتواصل مع المستثمرين، وسيادة النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سابقا وأمين الأمانة المركزية لشؤون السياحة. كما يشارك أيضا الأستاذ أحمد الصاوي،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المنار للطبع والنشر وعضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاع شبرخيت وإيتاي البارود بحزب حماة الوطن. وأخيرا يشارك في نقاش المحور الاقتصادي المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار. والآن تبدأ جلسة المحور الاقتصادي. مساء الخير على حضراتكم جميعا. كل التحية والتقدير للجمع الكريم والمنصة الكريمة. بداية خلونا نتفق ان جوهر علم الاقتصاد هو المشكلة الاقتصادية اللي هي ببساطة عجز الموارد المتاحة عن إشباع الاحتياجات. الاحتياجات البشرية بتتزايد بتزايد سكاني بتتزايد. سيادة النائب أحمد بهاء فليتفضل للمشاركة في الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي. دائما وأبدا جوهر علم الاقتصاد هو المشكلة الاقتصادية، وهي ببساطة عجز الموارد المتاحة عن إشباع الاحتياجات لأسباب عديدة، منها التزايد السكاني، منها التقدم التكنولوجي اللي بيطلع سلع جديدة. حجم التطلعات البشرية دايما بيفوق حجم الإمكانيات. ده بيضع متخذ القرار أو التنفيذي أو المسؤول دايما في مشكلة الموائمة بين الموارد والإمكانيات من جهة والاحتياجات المطلوبة من جهة أخرى. مصر كالعديد من الدول عانت من تبعات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية. في أسباب خارجية وضعت تحديات جسيمة أمام الاقتصاد المصري، ترتب عليها عدد من المشكلات المرتبطة بزيادة أسعار السلع الأولية على مستوى العالم، زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، أزمة في سلاسل الإمداد العالمية، ترتب على ذلك بعض المشاكل اللي بدأت تمس المواطن. نلتقي اليوم في هذا الجمع الكريم لنصل لرؤى وأفكار نضعها بين أيدي التنفيذيين ومتخذي القرار لمجابهة المشاكل والتحديات والسيطرة عليها بما يخدم صالح المواطن. جلسة الحوار الوطني اليوم تتناول عدد من المحاور الأساسية: سبل ضبط الأسعار في الأسواق، قانون التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، تتناول أيضا قانون البناء الموحد، تتناول القطاع الزراعي وضرورة تحفيزه كمتطلب للأمن الغذائي، تتناول قضايا البيئة ومشروعات التنمية في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة. حابب أبدأ الموضوع بقضية تشغل الشارع والرأي العام حاليا، وهي قضية ارتفاع الأسعار. هل ارتفاع الأسعار ناجم من ممارسات احتكارية؟ هل ارتفاع الأسعار ناجم من مضاربة على السلع وتخزين السلع بناء على توقعات بمزيد من الارتفاع المستقبلي؟ هل ارتفاع الأسعار مرتبط بأزمة سلاسل الإمداد العالمية؟ وما هي السبل لضبط الأسعار في الأسواق؟ هبدأ النقاش بسؤالي لسيادة النائب محمود أشرف أبو النصر حول سبل ضبط الأسعار في الأسواق، فليتكرم سيادته بالرد على هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا
أقول إن حزب حماة الوطن دائما سباق في تبني القضايا الرئيسية، ولا سيما الحوار الوطني الذي بدأه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفطار العائلة المصرية. ونحن نتحدث بصدد المحور الاقتصادي، وإذا كنا نريد أن نتحدث عن سبل ضبط الأسعار فينبغي أولا وأخيرا أن يكون هناك ثقافة للوعي بين التجار، لأن الشائعة حينما تنتشر يقوم الكثير بتخزين السلع، وأحيانا السلع دي بتكون محلية ومنتج محلي وليس لها علاقة بالدولار، ولكن سوء الثقافة بيجعل الانتهازيين من التجار يقوموا بتخزين هذه السلع، وبالتالي يتعطش السوق المصري بطريقة غير مباشرة ونتيجة شائعات لا أساس لها من الصحة. فينبغي أولا أن يكون هناك وعي كبير من هذا الموضوع. ثانيا الاتفاق مع التجار الكبار وعمل منافذ كثيرة، لأن كل ما عملنا منافذ وتبنيناها تبني اجتماعي ولا سيما من خلال الأحزاب وهو عمل تطوعي نستطيع أن نساهم في جشع هؤلاء الطامعين. الأمر الثاني والمهم جدا إن احنا لازم نتحدث عن سياسات الأولويات. إيه الأولويات المطروحة في هذا الزمن، ولا سيما وأن العالم بأسره قد تأثر بالأزمتين اللي احنا عارفينهم، سواء أزمة كوفيد أو بالنسبة للحرب الروسية. فاحنا لازم نحاكي إيه اللي احنا عاوزينه بالظبط، فمطلوب ان يكون في قاعده بيانات بالمطلوب عشان نقدر ان احنا نحاكي السوق بشكل جيد. يبقى اذا قضيتين مهمين. شكرا جدا. شكرا يا فندم على المداخله. بعض الاراء بتقول ان ارتفاع الاسعار ناجم من توجهات اعلاميه معينه من بعض الاعلاميين بترويج بعض الاخبار غير الدقيقه عن تحرك مستقبلي لاسعار العملة، فالناس بتبادر انها تحول فلوسها لهذه العملة، ده بيخلق طلب زائف على العملة، بالتالي تبتدي الاسعار ترتفع فعلا. فالاستاذ احمد الصاوي، رأي سيادتك يا فندم في دور الاعلام في السيطرة على الشائعات اللي بيترتب عليها حالة الاضطراب في الاسواق؟ السلام عليكم ورحمة الله. بداية أقدم خالص تحياتي وتقديري لقيادات حزب حماة الوطن ولجمهور وشعب محافظة البحيرة، الشعب الطيب. انطلاقا من جلسات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي ومناقشة قضية تهم الشارع المصري عموما، وهي مسار جدل في الوقت الحالي في الشارع المصري، وهو ارتفاع الأسعار بنسبة تصاعدية غير مقبولة وغير مبررة في بعض الأحيان. وأنا من وجهة نظري الشائعات كما تقدم معالي الدكتور خالد رحومة ومعالي النائب أشرف أبو النصر بتلعب دور كبير جدا في ارتفاع الوهم للأسعار، وكمان بيدعمها جزء من التجار الذين يمارسون الاحتكار ويمارسون المضاربة بقصد الثراء السريع. فارتفاع الأسعار الغير مبرر المنطلق وراء الشائعات يمكن تحجيمه من وجهة نظري بأداة إعلامية مخلصة وبالقنوات الإعلامية الرسمية التابعة للدولة، وأيضا تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية على الأسواق، سواء كان جهاز حماية المستهلك أو الأجهزة الرقابية الأخرى. فأحيانا يكون ارتفاع الأسعار مبرر وله أسباب خارجية، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والشحن العالمي، وهذا خارج عن إرادتنا، وده بيكون ارتفاع مبرر عالميا وليس لنا دخل به. أما الارتفاع الداخلي الناتج عن الاحتكار والمضاربة من التجار، عموما ارتفاع الأسعار قضية شائكة، وإن شاء الله نوصل لمقترحات تصل إلى الحل إن شاء الله. شكرا يا فندم. سيادة النائب أحمد بهاء،
يعني عايز رأي سيادتك يا فندم في كيف يمكن زيادة وعي المواطن إنه لا يشتري ما يفوق احتياجاته الاستهلاكية. لأن البعض بيستشعر قلق بمجرد ارتفاع بسيط في الأسعار وبيبادر بإنه بيشتري كميات تتخطى حجم استهلاكه، فبالتالي بيساهم في تعميق الأزمة في السوق. طبعا بداية بنشكر أهل البحيرة كلهم على الدعوة الكريمة دي وسعداء بوجودنا معاكم النهارده. في البداية حابين نوضح يا جماعة مفيش حاجة اسمها إن إحنا هنضبط الأسعار. أي سوق حر ما بقاش فيه فكرة إن أنا أقدر إن أنا أحدد سعر. الدولة بيبقى ليها بعض الآليات في السلع الاستراتيجية إن هي تبدأ تتدخل فيها إنها تحافظ على أسعار بشكل ما في بعض الاوقات والوقت محدد الخروج، فبالتالي المطلوب دايما عشان يبقى في زي ما بنقول كده اسعار افضل، يبقى في سوق حر اكتر، يبقى في عمليه العرض والطلب، ومن هنا ده يمكن ياخدنا لسؤال ساعه. احنا النهارده لما يكون عندي من الانتاج الفائض اللي موجود بالنسبه للمستهلك، فساعتها المستهلك هيلاقي الحاجه موفره، يقدر ساعتها يبقى السعر، وبالتالي لازم عارفين ان في الاول وفي الاخر نبص على التاجر، التاجر ده في الاول وفي الاخر عايز ينافس، المصنع عايز ينافس، فبالتالي هيبدا لازم يفضل يحاول منتجه يوصل بالسعر المناسب. الاهم بقى ان انا كمستهلك اللي بدي الرؤيه في ان انا المنتج ده ذو قيمه، المنتج ده يساوي زي ما بيقولوا كده ايه القيمه بتاعته مقابل ان انا اقدر استفيد منه. فانا استهلاكي واولوياتي في الاستهلاك هو ده اللي بيحقق ضبط الاسعار، لكن ضبط الاسعار ما بيجيش من الدوله، ما بيجيش من الحكومه في السوق الحر، ولكن بيجي مننا احنا كنمط استهلاكي وكشعب. شكرا يا فندم جدا جدا. سؤال يا فندم لسيادة النائب عمرو صدقي حول قطاع السياحة في محافظة البحيرة. محافظة قرابة الأطراف فرص كامنة كبيرة جدا للاستثمار السياحي في مجال السياحة العلاجية والسياحة البيئية والسياحة الاقتصادية. فكيف يمكن تعظيم استفادة محافظة البحيرة من مشروعات قطاع السياحة بالشكل اللي يستوعب الأيدي العاملة أو العمالة وبالشكل اللي بيعظم معدل نمو الناتج في القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بشكرك دكتور خالد على المداخله، بشكر قيادات الحزب وبشكر اهلنا في محافظه البحيره على هذه الاستضافه اللي احنا تعودنا عليها دايما. احنا لو اتكلمنا بس تعليقا على ضبط الاسعار، انا بؤيد تماما كلام سياده النائب احمد على ان احنا ماضيين اتفاقيه اسمها اتفاقيه الجاتس، يمكن ليس فقط تحرير التجاره لكن تحرير حتى الخدمات، وبالتالي هي اطلاق ممنوع من الدوله انها تتدخل في تحديد الاسعار الا فيما يخص السلع الاستراتيجيه، لكن يستطيع المواطن كما تفضل سيادته ان هو اللي يقدر يحدد قيمه السلعه، ودي شفناها في دول العالم كله. حينما يكون هناك تجار جشعين يحاولوا ان هم يرفعوا سعر اي سلعه، بيعزف المواطن على شرائها، وبالتالي هذا التاجر يتعلم تماما ازاي يقدر يضبط سعره، لانه في النهايه عايز ينافس وعايز يبيع. نرجع للسياحه. السياحه كما اطلق عليها يعني الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحه الله يرحمه بالسابق لما قال هي قاطره التنميه. اذا كنا بنتكلم على المحاور الاقتصاديه في الدوله ازاي نقدر ننهض بيها سواء سياسيا واجتماعيا او اقتصاديا، على ما اعتقد ان تتلخص كلها في كلمه السياحه. السياحه امن قومي، السياحه سياسه، السياحه اقتصاد. اذا كنا بندعم الزراعه والصناعه بغرض اكتفاء السوق المحلي ثم التصدير، على ما اعتقد السياحه تستطيع انها تجلب الشعوب الخارجيه ليس فقط لشراء هذه المنتجات داخل الدوله، انما للتعرف على ثقافتنا وتغيير الصوره الذهنيه اللي احنا بنصرف عليها فلوس كتيره جدا. وللحديث بقيه. شكرا يا فندم، شكرا جدا. قطاع السياحه بالفعل هو قطاع رائد، قطاع بيقود التنميه الاقتصاديه في قطاعات خدميه، قطاعات تجاريه، قطاعات مرتبطه بالتصنيع، السلع التراثيه، السلع الحرفيه، قادر على استيعاب قدر كبير من العماله. سؤالي يا فندم لسياده الامين العام لمحافظه كفر الشيخ الاستاذ احمد الأجرود حول قضيه
التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر إلى قيادات حزب حماة الوطن ومحافظة البحيرة، وكما أتوجه بالشكر إلى كل السادة الذين شرفونا، النائب محمود بكري، كل أبناء الحزب وكل القيادات السياسية التي أتت من خارج هذا الحزب وعلى هذا الإخراج المشرف. حقيقة فيما يتعلق بهذا السؤال الذي يتعلق بتصالحات البناء، نعم لقد وقفت القيادة المصرية وقفة حكيمة حازمة فيما يتعلق بتجريم البناء على الأراضي الزراعية وعلى الأراضي أملاك الدولة وعلى الأراضي حرم الترع وحرم الطرق العامة وكذلك المصارف بشكل صارم، وأحالت هذه القضايا إلى محاكمات عاجلة. هذا الأمر كان ترتب في أعقاب 25 يناير 2011 وما تلاها من تداعيات أدت إلى نهب الثروة الزراعية والأراضي الزراعية والاعتداء السافر عليها. ولولا تلك الوقفة لكانت كل الأراضي الزراعية قد انتهت واضمحلت إلى الآن، وأصبحنا في ضيق وضنك شديد. إنما بعد هذه الفسحة التي تمت، وكان الفضل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بسن هذه التشريعات بمجلسي الشيوخ والنواب، آن الأوان في هذه الفترة لمد توسيع التصالح في مسائل البناء. واحد، بما أننا حزب ملتحم بالشارع، اسمحوا لنا أن نضع بعض الأطروحات أمام القيادة السياسية من منطلق حبنا لهذا الوطن، احتراما للوطن. شكرا يا فندم، متشكر جدا على الإضافة الطيبة. التصالح حول البناء المخالف خارج الحيز العمراني، بعض الآراء بترى أن الأرض الزراعية أهدرت بالفعل ولم تعود مرة أخرى أرض زراعية. ده يقودنا للحديث حول قانون البناء الموحد وإمكانية التوسع الرأسي كبديل لزيادة الجور على الأرض الزراعية من خلال التوسع الأفقي. سيادة العميد، أحب أسمع رأي سيادتك فندم في وجهة النظر اللي بتقترح التصالح، لأن الأرض بالفعل تم إهدارها. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر جميع الحضور على هذه المناسبة الكبيرة للحوار الوطني اللي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تكون إن شاء الله فتحت خير على مصر كلها. لابد من المصطلحات دي والاتفاق جميع المهندسين الاستشاريين في إيجاد كود يساعد على الارتفاع، لأن هذه الارتفاعات لها كود. واخد بال حضرتك؟ أنا كمهندس استشاري فبقول لابد من تدخل نقابة المهندسين مع الاستشاريين في عمل قانون جديد للارتفاعات يساعد على ان احنا نقدر نتوسع رأسيا، لان المساحة الزراعية محدودة 6 مليون وممكن وصلوا ل 7 مليون، وتآكل منها جزء كبير في بعد ثورة 25 يناير. نفس الكلام الارض اللي تم تبويرها لابد ان احنا نشوف لها حل. يعني انا مش هطرحها تاني لانها لم تصلح، فلابد من سرعه التصالح عليها وسرعه دراسه هل نقدر نبني فيها قد ايه، وده برضه عن طريق الاستشاريين ونقابات المهندسين اللي تقدر تقول اذا كان ممكن ان الفلاح يزود دور كمان او اكثر. هذا القانون لابد من سرعه البحث فيه، لان هيقل بجزء كبير وهيقلل تكلفه البناء لسعر المتر المربع. اشكرك يا فندم جدا على المداخله الطيبه. ده بياخدنا للسؤال لسياده النائب محمود اشرف ابو النصر، الى اي وضع وصل مجلس الشيوخ والنواب في مناقشه تشريعات قوانين التصالح وقوانين البناء الموحد؟ هو
القانون تم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ وأرسل إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. ومن أهم ملامح هذا القانون إن هو يعني حدد التصوير الجوي حتى 30/9، وبذلك فتح آفاق جديدة عشان يكون شامل. الأمر الثاني راعى بعض العيوب اللي هي كانت في القانون 17 لسنة 2019، وأعطى أحقية لمن لم يتصالح أو من لم يقدم تصالح في ظل القانون السابق، أعطاه الأحقية، ومن رفض الخطأ بالتصالح أعطاه أيضا الأحقية ليتصالح. أتوقع أن القانون الجديد أصبح فيه جزء من المرونة، لأن هناك أراضي شئنا أم أبينا لا تدخل الحيز العمراني، وهناك متخللات يحيطها العمران من كل الجوانب، فلا بد من وضع آلية لهذا الأمر. وهذه المباني وهذه العشوائيات عشناها قرونا من الماضي، وأصبحت شئنا أم أبينا وضع اجتماعي وبعد اجتماعي لا بد من معالجته. فكان للقانون الجديد بعض الرؤى والطروحات فيما لا يهدد أو يعني يعرقل النيل أو التراث الثقافي أو خطوط التنظيم، ومعالجة الحالات بفكر يعني متطور. وأنا أرى كمان أن لا يجوز التوسع في اللوائح التنفيذية لدرجة أنها تخرج القانون عن مضمونه، فينبغي أن يكون هناك آليات كويسة جدا، لأن ما زالت الشخصنة وموظفة الإدارة المحلية لديهم أطر وطرق لتعقيد بعض الأمور أو إصدار نماذج، بالتالي نماذج الأمر في النهاية يعرقل مصلحة المتصالح. فينبغي من هنا أن يكون هناك رؤى وفكر إبداعي كما دعا القيادة السياسية، إن احنا نقدر نبصر ونحل على الناس إذا كان ده ما يعرقل أي حاجة. شكرا يا فندم جدا. ويعني بعض الآراء بتشوف إن قطاع التشييد والبناء من القطاعات المحفزة لعدد 100 قطاع تتكامل مع قطاع التشييد والبناء من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، حافظت على معدل نمو اقتصادي موجب وقت جائحة كورونا. دول عديدة في المنطقة معدلات نموها تراجعت. فسؤالي لحضرتك يا أستاذ أحمد بعد إذن سيادتك، القطاع ده مدى أهميته في استيعاب العمالة والحفاظ على معدلات تشغيل مثلى للاقتصاد المصري؟ بداية وجهة نظري الشخصية إن قطاع التشييد والبناء يعني هو قطاع مهم جدا، لأنه قطاع كثيف العمالة. فيعني توقف قليلا في الفترة الماضية حيث يعني تم التضييق بعض الشيء على البناء على الأراضي الزراعية، ولكن مع استصدار القوانين التي يعني من شأنها ان هي تتم التصالح على المباني، فاحنا بنأمل من المجالس النيابية استصدار هذه القوانين سريعا لكي ينهض هذا القطاع. فبما ان الاراضي الزراعية كما قال معالي العميد منذ قليل ان هي اصبحت غير صالحة للزراعة، فنأمل من المجالس النيابية سرعة استصدار القوانين التي تخدم هذا الملف، وبذلك يتحرك قطاع التشييد والبناء. فاحنا عارفين كلنا لما بنيجي نبني بيت بيكون في صناعات مغذية كثيرة جدا، سواء من البناء والصناعات الثقيلة، الاسمنت والحديد والمصانع وغيرها، فيحرك كثيرا من القطاعات. فان شاء الله الحديث بقية، والقطاع ده يعني قطاع مهم جدا. شكرا يا فندم. السؤال الاخير يا فندم سياده النائب حول ملف الزراعه ودور القطاع الزراعي في تعزيز الامن الغذائي واسعار توريد المحاصيل الزراعيه وتوفير مستلزمات الانتاج للفلاح. دور كبير جدا بيلعبه قطاع الزراعه المصري في تعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي على مستوى الاقتصاد والحد من الواردات اللي بتستنزف العمله الصعبه. رؤيه بعد اذنك يا دكتور خالد بايجاز نظرا للوقت وكما تعلم. خلال دقيقه ان شاء الله. يعني هو سريعا طبعا احنا حابين نوضح حاجه دايما بنيجي نتكلم عن الاكتفاء الذاتي. مفيش دوله بتصنع كل ما هي بتستهلكه، وبالتالي بيبقى في امكانيه في الفكره بتاعت ان النهارده انا هنتج اللي انا محتاج ازرع وانتج اللي انا بستهلكه، ولا محتاج ازرع وانتج حاجه فيها قيمه مضافه اكثر اعلي من صادراتي، وبالتالي يعني طبيعي ان انا يبقى عندي واردات.
من اهم ما كان بالنسبه لمدخلات الصناعه كلها اللي هي محتاجه تخش في الزراعه وفي القطاع الصناعي هو توفيرها بالشكل المناسب للمواطن الفتره. اشكرك. ويعني احنا مهما قعدنا من وقت مش هنقدر نغطي الملفات العديده المطروحه على الساحه في ظل المعلومات الغزيره اللي عند الساده المتحولين الافاضل، ولكن مضطرين عشان ما ناخدش وقت المحور السياسي. اشكر حضراتكم جدا على شكرا. شكرا يا فندم. شكرا.